الفصل الثالث: مجتمع المدنية في المدينة، عصر الآلهة المقنعة والملوك المتسترين. حصلت التخريبات الكبرى للوضعية التي هي أيديولوجية رسمية للحداثة الرأسمالية في ميدان علم الاجتماع، فقيام الوضعيين بتشييء المواضيع الاجتماعية تحت اسم العلمية وبمنظور اختزالي مثلما الحال في ميدان الفيزياء قد ولد معه مشاكل مستعصية يصعب النفاذ منها. أما بحثهم بنفس الأسلوب في الميدان الاجتماعي باسم الاشتراكية العلمية، وبالأخص في الاقتصاد الحقل المادي للمجتمع الذي فهموه وحفظوه على أنه الميدان الذي تعنى به ما اسموه الاشتراكية الحقة، فقد حول مشاكل المعاني إلى معضلات عويصة، في حين أن ذهنية التناول الفيزيائي الأكثر تخلفا حتى من البيولوجيا مادة الرأسمالية بقوة لا يمكن تأمينها بأي سلاح آخر. كنت قد حاولت في فصل الأسلوب سرد كيفية كون هذا الأسلوب براديغما أساسيا للرأسمالية، ولكن يبدو أنه من العسير التقدم في التحليل دون التطرق إليه بكثرة. فعلى عكس ما زعمه الاشتراكيون العلميون على وجه التخصيص، فهم عاجزون حتى عن الانتباه إلى كونهم جردوا البروليتاريا والشرائح الكادحة الفقيرة الأخرى التي تحركوا باسمها منذ البداية من أسلحتها الأساسية، وذلك من خلال بحثهم في المجتمع بعد تشييئه، ولكونهم قابلين لدراسته وتناوله ذهنيا على هذه الشاكلة. سنظهر كيف أن تصور المجتمع كظاهرة مماثلة للطبيعة الفيزيائية أو حتى البيولوجية يعني بحد ذاته الاستسلام للحداثة الرأسمالية. علي التبيان وبكل أسف وحنقة أن السوء الطالع الأكبر يكمن في تسيير نضالات مشرفة للغاية لما يناهز 150 سنة باسم الاشتراكية العلمية، وخوضها الصراع الفكري وفق منطق الفكر الوضعي المادي المحض المحكوم بالفشل منذ البداية. لا شك أن ما يتستر وراء هذه المواقف هو ما زعموا أنه التمايز الطبقي الذي طالما خاضوا النضال تحت رايته، لكن الطبقة المعنية هنا ليست كما اعتقدوا طبقة العمال والكادحين المقاومين بعبودية عمياء لأجل التحول البروليتاري، بل إنها طبقة البرجوازية الصغيرة التي انصهرت في بوتقة الحداثة واستسلمت لها منذ زمن طويل، والوضعية هي أيديولوجية هذه الطبقة والمتسببة في نظرتها العمياء وردود فعلها الجوفاء إزاء الرأسمالية. فطبقة صغار الكسبة من أشراف المدينة والتي لا دراية لها بكيفية تكوين الحياة الاجتماعية على أرض الواقع، وكانت على الدوام أرضية خصبة للطرائق العقيمة، هي الشريحة الاجتماعية التي تشكل أيديولوجيا الفريسة الأسهل للنظام الرسمي المهيمن. عندما تكون المقاربة الاجتماعية موضوع حديث، فإن الظواهرية تغدو نوعا من الوثنية المعاصرة، والوثنية بدورها هي الإطار الأجوف للألوهية المفتقدة لمعانيها. فالألوهية كمصطلح كانت مناطة بوظيفة مقدسة وخلابة لأجل المجتمع في مرحلة ما، وعندما تفقد وظيفتها هذه فلا يتبقى منها سوى حالتها الوثنية. أما الشرائح المفتقرة لعلم المعاني فعبادتها للأوثان أمر مفهوم، فمثلما لا تعلم تلك الشرائح أن الوثن ينبع من الوظيفة، فهي على النقيض تعتقد أو تقع في غفلة الاعتقاد بأن عبادة الأوثان سوف تثمر عن المعاني، أو أنها ستبلغ بها قدسيتها وجلالها القديمين. لذا فتحليل الأديان المناهضة للوثنية ضمن هذا السياق سينير الأمور أكثر. لا يساورني الشك في الوثنية العصرية للوضعيين المنقادين وراء الظواهرية. هؤلاء الوثنيون العصريون قد قال عنهم الفلاسفة المعنيون بميدان الحداثة أنهم من أفضل المتشبثين بالمواد الاستهلاكية. هؤلاء الوثنيون العصريون قد قال عنهم الفلاسفة المعنيون بميدان الحداثة أنهم من أفضل المتشبثين بالمواد الاستهلاكية، وكأنهم يتشبثون بوثن. لقد ظن ماركس ومدرسته أنه بالمقدور تسليط الضوء على المجتمع والتاريخ والفن والقانون، بل وعلى الدين بالتحليل الاقتصادي. لا جدال في أن المؤسسات الاجتماعية تؤثر في بعضها البعض كأنسجة البدن الواحد، لكن الأمور تختلف كليا عندما تكون المجتمعية ميداننا المعني. فالمؤسسات الاجتماعية التي هي كيانات أوجدها عقل الإنسان ليست كالنسيج البيولوجي، بل حتى أنها ليست كالنسيج الذي في جسم الإنسان،
فذهن الإنسان شبيه بجبل بركاني متفجر باستمرار من خلال المعاني والإيرادات التي ينتجها في الوسط الاجتماعي، ولا مثيل لذلك في الأنواع الأخرى من الكائنات الحية، في حين يمكن تصور وجود بعض النقاط المشتركة مع الوقائع الفيزيائية في عالم الكوانتوم، مع عدم إغفال كون ذهن الإنسان نفسه يعمل ضمن النسق الكوانتي، بيد أن العالم المادي بما فيه البنية الاقتصادية الاجتماعية يعني جمود الآلية الكوانتية وتغلفها بقشرة غليظة.